خليك صريح مع نفسك، انت مش بتشتري الغالي علشان هو احسن حاجة، انت بتشتريه علشان تحس انك احسن حد. ولو فاكر غير كده انت بالذات الحلقة دي معمولة علشانك. بص تعال هقولك على سر، تعال بس اديني ود. انت بيتنصب عليك والله، وبيتلعب عليك في فلوسك واحساسك ومشاعرك. ما سألتش نفسك ليه اللي بيبيع غالي الناس بتحتفل بيه وعلامته بتكبر وفلوسه بتتضخم؟ مش عشان بيكسب كتير. ليه ناس تانية بتبيع منتجات زي الفل بسعر رخيص ومحدش حاسس بيها ولا معبر؟ اخي البني ادم العزيز، انت مش وحش، انت بس انسان عندك نفس، وعلم النفس واخدك على حجره من زمان. بيستغلوك ويلعبوا على احاسيسك ويقلبوك في فلوسك، وانت فاكر نفسك بتختار بعقلك. صدقني الغالي تمنه مش فيه، بس هقولك ايه اللي فيه. انا هفهمك الموضوع وهقولك على السر بالكامل. بص يا مش مهندس او مهندس مش فارقه، الموضوع مش في المنتج ولا في التكلفه ولا حتى في الجوده، الموضوع في الاحساس. والله زي ما بقولك كده، اول حاجه لازم تفهمها ان الانسان مش بيشتري بالحساب، ودي مش وجهه نظري، ده كلام دانيال كانيمان ابو علم الاقتصاد السلوكي. الراجل ده واخد نوبل، وقال لك ايه بقى؟ قال ان الانسان بيقرر بعقله العاطفي وبعدين يطلع يبرر القرار بعقله المنطقي. يعني انت بتشتري وبعدين تقعد تقنع نفسك انك اشتريت الصح وتقول أنا صح أنا صح. والأهم بقى إنك مش بتشتري بإحساسك لوحدك، لا أنت بتشتري بإحساس الناس بيك، بتشتري صورتك ومكانتك وانطباع الناس عنك. خليني أديك أمثلة حقيقية من أرض الواقع تفهمك إحنا بنحكي على إيه، وتفهمك إزاي الغالي بيبيع حتى لو هو مش الأفضل تقنيا. خلينا نبدأ بأشهر مثال في الدنيا. أبل بتبيع ايفون بالغالي مش عشان هو احسن موبايل في المواصفات، وده كلام اي حد فاهم تكنولوجيا عارفه ومقتنع بيه. في موبايلات كاميراتها اقوى، بطارياتها اطول، سعرها اقل، وهيكلها افضل بكتير واكثر قوه. طب ليه الايفون بيكسر الدنيا؟ علشان ابل مش بتبيع موبايل، ابل بتبيع هويه، وده اسمه في علم النفس identity based marketing. اول ما نتكلم عنه عالم النفس الاجتماعي راسل بيل لما قال ان الانسان بيستخدم المنتجات علشان يعرف نفسه قدام نفسه وقدام الناس. ابل مش عاوزه تقولك الموبايل ده احسن، ابل بتقولك انت هتبقى احسن لو معاك ايفون. انت مش ماسك موبايل، انت ماسك صورتك في عيون الناس. انت شخص راقي فاهم مختلف ليك حيثيه في المجتمع. ده اللي بيتزرع في دماغك كل سنه، نفس الاعلان بنفس الطريقه بنفس الاسلوب في نفس الميعاد بنفس الطقوس، وانت بتبلع وانت مبسوط، وانا ببلع معاك وكلنا بنبلع. وعلشان كده ناس كتير تشتري ايفون وهي عارفة ومتأكدة ان في بديل ارخص واحيانا اقوى، ولو كلمت اللي اشترى هيدافع عن الايفون وعن الاي او اس دفاع مستميت. وده اسمه cognitive dissonance او تنافر معرفي، يعني دماغه مش مستحمل فكرة انه دفع غالي، فلازم يقنع نفسه ان هو خد القرار الصح، مش لان اللي اشترى ده مغفل، لا، علشان الاحساس بيصنع الفرق. احساسك بنفسك وبقرارك ودفاعك عنه هو اللي بيصنع راحتك النفسية. خليني اقول لك مثال اقرب وعن تجربه شخصيه. انا عرضت جهاز سامسونج جالاكسي تراي فولد، عرضته للبيع في احد المتاجر الاونلاين. الجهاز انا ما كنتش اشتريته، جبت صور من على جوجل وعرضت بيها وحطيت انه للبيع بسعر كام؟ حطيت له سعر $5000 مع ان سعره الحقيقي $3000، وسواء كان اصلا 5 أو 3 فهو غالي جدا وما يستاهلش الرقم ده كله. والمنطق بيقول محدش هيشتري $5000، الناس اكيد هتهرب، الاقبال هيقل، صح؟ الحقيقة لا، غلط. اللي حصل كان العكس تماما. العرض اتحول لمزايدة مش مناقصة. الناس كانت بتدخل تزايد على بعضها مش تفاصل. كانوا بيدخلوا يقولوا لي ادهولي وانا هدفع لك اكتر، خليه من نصيبي وهزود لك الفلوس. كله عايز يشتري الجهاز. اكتر عدد مشتريين شفته في حياتي لجهاز انا حاطط فيه ضعف ثمنه. ليه؟ علشان السعر العالي وعدد القطع المحدود فعلوا عند الناس حاجتين خطيرتين. اولهم السكيرستي برنسبل، نظرية الندرة اللي قالها روبرت تشالديني، لما أثبت إن الحاجة كل ما يقل عددها أو توفرها قيمتها بتزيد، حتى لو هي ما اتغيرتش. طالما قليلة هيكتر الطلب عليها. تاني حاجة أو تاني مود اتفعل هو الفومو، Fear of Missing Out،
الخوف من فوات الفرصة، اللي دراسات كتير أكدت إن ألم ضياع الفرصة أقوى من ألم الدفع نفسه. الناس ما شافتش إزاي موبايل ب$5000، الناس شافت أنا واحد من الصفوة اللي هيمسكوا الموبايل ده، فلازم أمسك فيه بإيدي واسناني حتى لو ب$5000. موبايل بيتحول لتابلت، واو، عدد 500 وحدة فقط في السوق، ياه لازم ألحق بسرعة. مع إنه ب$5000 يشتري موبايل أعلى حاجة وتابلت ولابتوب محترمين ومعاهم بلاي ستيشن هدية. وده اسمه ستاتس سيجنالينج. السعر بقى إشارة مش تكلفة، زي بالظبط عضوية نادي الجزيرة، مش عشان الخدمات اللي بيقدمها النادي، لكن عشان انت مع مين والناس شايفاك ازاي وانت في وسطيهم. أكتر قرار شراء خدته في حياتك ما كانش قرارك، كان قرار اتزرع في دماغك واتبعلك على إنه هو ذوقك الشخصي. تحب أقولك إزاي؟ هنا لازم تفهم القاعدة الذهبية: الغالي مش غالي علشان يقنعك، الغالي غلوه جاي علشان يصنفك، بيفلتر الناس ويحطهم في رف عرض خاص بكل واحد فيه أو بكل جماعة. الغالي قيمته مش فيه، الغالي قيمتك أنت فيه. علشان كده هواوي فهمت ده ونزلت ساعة اسمها هواوي ووتش التيميت ديزاين، مطلية بمية الذهب، اللي هو أصلا أنت لو جبت أي حاجة ستانلس هتلاقيها مطلية بمية الذهب عادي، بس سعرها بكام؟ $3300. ساعة ذكية، مش أذكى مني ولا منك، ولا هي أذكى ساعة ولا أذكى ساعة عند هواوي ذات نفسها. بس هواوي مش جاية تبيع ساعة، هواوي بتبيع مكانة هتكتسبها لو اتشافت الساعة دي في إيدك وقالت لك الساعة دي مش لأي حد، دي لناس مش بتسأل عن السعر. وده اسمه برايس از سيجنال. دراسات كتير منها دراسة في جورنال اوف كونسيومر ريسيرش أثبتت إن السعر العالي بيخلي المخ يحس بالجودة حتى لو الجودة ما اتغيرتش، بس هو حس إن هي موجودة طالما سعرها عالي. قيس على ده بقى الساعات السويسري. خليك صريح مع نفسك، رولكس مش أدق من ساعة ب$50، بس رولكس مش بتبيع وقت، بتبيع تاريخ ومكانة وعلامة تجارية وسلطة صامتة. الساعة بتتكلم عنك من غير ما انت تنطق. ونفس القصة جوتشي والوي فيتون وبالنسياجا، مش القماش ولا الخياطة لكن الشعار. الشعار بيقول عنك للناس إن أنا غيركم، أنا في مستوى تاني. وقيس على ده بقى العربيات، فيراري، لامبورجيني، بنتلي، رولز رويس، ولا واحدة من دول عملية ولا منطقية ولا موفرة، بس كلهم بيبيعوا حلم، والحلم غالي. لو الغالي فعلا تمنه فيه ما كانش حد احتاج تسويق. الحقيقة إن كل ما السعر بيعلى العقل بيفصل والإحساس هو اللي بيمسك الدركسيون. شطارة التسويق إنه يكتب لك سيناريو الحلم ويخلي مخك يحلمه وبعدين يبيعهولك. الموبايل والساعة والعربية مش وسيلة، دي رسالة بتتقال من غير كلام. وخليني أقول لك السر أخي البني آدم العزيز بوضوح وبدون لف ودوران: الناس ما بتشتريش المنتج، الناس بتشتري إحساسها بنفسها وإحساس الناس بيها وهي ماسكة المنتج. وعلشان كده لما تبيع غالي أنت مش بتخسر زباين، أنت بتفلترهم. وكل ما السعر يعلى القيمة النفسية تعلى والرغبة تعلى والإقبال يزيد. في سر الشركات الكبيرة ما بتحبش إنك تفهمه، لو فهمته يا إما هتبطل تشتري يا إما هتعرف تبيع يا غالي بالغالي وتكسب أكتر منه. ولو كلنا بقينا حرامية أمال مين اللي هيتسرق؟ الزبون مش عايز أرخص حاجة، الزبون عايز حاجة تحسسه إنه غالي، والغالي تمنه مش فيه، الغالي أنت بتحس بقيمتك فيه فبتشتهيه. وإحنا غاليين، وغلاوتك تخليك تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، علشان لو ما فعلتش الجرس مش هتوصل لك حلقاتنا فهيفوتك كتير برضو. أهو ده فومو، fear of missing out. فما تفوتش حلقاتنا وخليك متابعنا، وانزل بص على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية والحلقات اللي راحت والحلقات اللي لسه ما راحتش كده، يعني خليك معانا. سلام. بالنسياجا والتانية لوي فيتون. لويس فويتون يعني ايه الرخامة دي؟ وده اسمه cognitive dissonance.